طالب في كلية العلوم جامعة زايد. أنا بس حابب أقول كلمتين، يعني كلمتين حق، يعني في حق البنت اللي ماتت، وإنهم كانوا بيتفرجوا وإنهم منعونا إن إحنا يعني ننقذ بنت بتموت وبتطلع في الروح ودمها سايح، ومفيش أي تحرك من الإدارة أو العاملين، كلهم واقفين كلهم بيتفرجوا. لان انا هحكي بس اللي حصل من بدايه اليوم. اولا اليوم اللي البنت وقعت فيه ده كان عندنا امتحانات شفوي، وطبعا امتحانات الشفوي عندنا كانت بتبدا من 8 يا دوب خلصنا الامتحانات على الساعه 2 كده. انا كنت بمتحن في قاعه جنبها في الدور الارضي. فطبعا في مبنى رياضه، المبنى ده عباره عن مش 6 ادوار زي ما في ناس بتقول، وان هي وقعت من الدور السادس زي ما في قنوات طلعت وقالت ان هي وقعت. ما فيش دور سادس في الكليه اصلا. دي اول حاجه. تاني حاجه، احنا كنا بنمتحن عادي ما فيش اي مشكله، وبعد كده سمعنا صويت مره واحده، وفي حاجه اترزعت على الارض. فطبعا الدكتور طلع، سكوت سكوت. الدكتور طلع وبعد كده رجع لنا تاني. فطبعا قلنا خلاص، يعني الدكتور طلع قال ما فيش حاجه، يعني نكمل امتحانات. كملنا الامتحان. بعد ما الدكتور طلع وكده ما فاتش تقريبا 10 طلعنا. اول ما طلعنا لقينا طبعا الدكاتره المحترمين واقفين، والعاملين كلهم واقفين، والمعيدين برضو محدش راضي يجي جنب البنت، والبنت دمها سايل. فطبعا كلنا جرينا، يعني كلنا طلعنا نجري بقى نشوف ايه اللي حصل او كده. لقينا البنت سايحه في دمها خالص. بنقول للدكتور او بنقول للدكتور يعني حد يتصل على الاسعاف، عمين زعق حد يتصل على الاسعاف اي حاجه. والله راحت كلمه عندي دلوقتي بترن في ودني من شخص للاسف مسؤول، ومن اهم مسؤولي الكليه، هو عارف نفسه كويس. رد لما بنقول له اتصل على الاسعاف، راح جاي قال لنا ماليش دعوه والله. فطبعا احنا رنينا على الاسعاف وتمام جاي بسرعه، وقال لنا جاي خلاص ماشي. كذا حد كلم الاسعاف تمام. بعد ما رنينا على الاسعاف حوالي بتلت ساعه ولا 25 دقيقه من وكل ده، واحنا واقفين عمالين نزعق للاساتذه اللي واقف، هيتاخد الكارنيه بتاعه وهيتاخد الموبايل. فطبعا احنا بدانا نصور، يعني احنا بدانا نطلع التليفونات عشان نصور اللي طبعا الاتحاد الطلبه كلهم راحوا جينا على فتفتيش مره واحده، تفتيش ذاتي. طلع تليفونك طلع. واللي مش كان بيطلع تليفونه كان الكارنيه بتاعه بيتاخد، وانا الكارنيه بتاعي برضو اتاخد ساعتها احنا مش عارفين نعمل ايه. الدكاتره واقفين، الاساتذه والدكاتره اللي المفروض ان هم معونا ان احنا يعني ننقذ